امبراطورية مين؟ واللي بعت لنا الخطأ ده أرشر نور. وهما في الهرم وبيتكلموا بيبان من فوق على الشمال المايك بوضوح. ومجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة، يعني مجلس إدارة، يعني يستغنوا عني. هوم الولد عايز يتزحلق على الجليد وبيطلع فوق السلم عشان تديله دفعة، لكن وهو نازل على السلم بيبان حاجة غريبة. مين ده؟ خلطة فوزية. واللي بعت لنا الخطأ ده محمد يوسف حماد. عزت أبو عوف وهو بيعمل على السطوح بيبان وش الدوبلير اللي بيقوم بدور عزت أبو عوف. بورن ايدنتيتي. المفروض ان مات ديمون يختفي من المشهد اول ما العربية تعدي قدامه، يعني حركات علشان هو جاسوس وكده. لكن لما العربية بتعدي في الاول ما بنلاقوش فعلا في مكانه، لكن بنلاقيه ان هو بيجري ورا العربية ومستخبي وراه، ورجليه من تحت العربية باينة، وظهره وهو مطي من فوق باين برضه. 2 على الطريق. واللي بعت لنا الخطأ ده احمد سليم. في اللقطة دي بيبان خيال المصورين والكاميرا وهم بيصوروا الطريق. داي هارد الجزء الثاني. الممثل الاسمر وهو بيقوم وبيمسك الشنطة بتبان ان ايد واحد لونه ابيض. العميل رقم 13. واللي بعت لنا الخطأ ده اندرو عادل. الضابط بيقول له ان هو مش هيشوفه بعد كده. اي استفسارات تانية عايزها مني؟ زي ما اكون مش هشوفك تاني. ما انت فعلا مش هتشوفني، لا انا ولا ماهر ولا اي حد مننا. لكن من بعدها وطول الفيلم بيقابله حوالي 6 مرات في الشقة بتاعته كمان. لا يا شريف، بسمة مش هي الراس الكبيرة بتاع العصابة. ايوه ده انا لسه بسرعة يا ظابط معلش، انا معتذر عن الشغلانة بتاعتكم دي وسيبوني في حالي بقى. انا بخبرتي اتخيل كده ان ممكن يحط لهم 3 4 فلوس الماس عجب. مغاوي الكلب الجناين يال. بقول لك امي واخويا وناهد تحت ايديهم دلوقتي. شكل الشبابيك وحتى عددهم بيختلف من جوه عن منظر الشبابيك لما بيجي من بره. هنا في 4 شبابيك وهنا شباكين بس وشكلهم مختلف. فتوة الناس الغلابة. الخدعة اللي في الفيلم اتعملت بشكل سيء وهي مش مناسبة حتى العصر اللي اتعملت فيه، زي مثلا اللقطة دي اللي بيبان فيها ايد اللي بياخد منه الطبلة، وكمان بيبان الحتة اللي بتتدرم الطبلة لما بتخرج بره الكادر الاصلي اللي اتصورت فيه. وهنا كمان في اللقطة دي بيبان جسم الست اللي قاعدة على الشمال اصغر من كل اللي قاعدين على الترابيزة، وده بسبب ان هي قاعدة لوحديها اصلا واتصورت على لقطة تانية واتركبت. الاطباق برضو اللي كانت على الترابيزة باينة انها كانت عايمة، وده برضو لنفس السبب، انها متصورة على فيلم لوحديها واتركبت بعدين. بس لما اتركبت بشكل سيء، لان الاطباق باينة انها واقفة على الهوا وفوق مستوى الترابيزة بكتير. اكيد في حد هيقول لي ان الفيلم قديم، هقول له ان فيلم سر طاقية الاخفاء اقدم منه بكتير، كان معمول بدقة اكتر وما كانش فيه اخطاء زيه كده. ده ايرشمان. المفروض ان جو بيشي في المشهد ده بيبص لنظرات حد روبرت دينيرو وبيوجه له كلام بعينيه، وكلها كانت تعبيرات حادة وحقيقية جدا. لكن في لقطة من اللقطات وبعد اللقطة دي على طول بعد ما كان بيصغر له بيبان ان هو مش بس طالع بره الشخصية، لكن كمان عينه ضربت في نص الكاميرا. تفسير الشخص ان هو اعتمد ان الجزء ده من المشهد بالذات الكادرات هتبقى على الشخصيتين التانيين بس، التعبيرات اللي هو عملها صورها بشكل مستقل، فكان معتمد على ان اللحظة دي مش هيظهر فيها. لكن في المونتاج اختاروا اللقطة دي من الكاميرا الميديم علشان يدخلوا في المشهد وهو ظهر فيها بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مرة ليكوا هنا متنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.